السلام عليكم. النهارده حبايبي قلت اعمل معاكم اشارككم يوم اكل كده مع ولادي. طبعا زي ما بيقولوا لي لازم اهتم بقى بولادي وببيتي والكلام ده بعد الزعل. انا عندي فيديوهات تانية هنزلها لكم، بس انا مستنيه بس اما اروق شويه وانزلها لكم. كنت مصوراها قبل وفاه اخويا. عندي بقى حله كده هنعمل اكل كده النهارده على السريع كده. عندي الحله فيها معلقه زبده وشويه زيت، واحط اللحمه دلوقتي تتشوح عليها، بس مستنيه اما الزبده بس ما تسيح. الحله كده سخنت اهي، هنزل بقى باللحمه اديها تشويحه كده. اديها تشويحه من اليمتين اهو. انا كده بديها تشويحه اهو. هنزل بقى اقلبها على اللحمه التانيه. انا بديها صدمه كمان. بالشكل ده. وعندي حبهان ولورا هنزل عليهم اشوحهم معاها. بعد ما شوحت اللحمه بقى بالطريقه دي هشيل اللحمه. انا بقى شلت اللحمه اهيت والحبهان ولورا. هنزل بقى بالبصلايه كده اشوحها. تشويحه ولون كده برضه. بعد ما خدت لون اهيت البصله، عندي 4 فصوص ثوم كده هرسهم هدوم تشويحه ريحتهم هتطلع، وهنزل عليها بالطماطم بقى. عندي بالشكل ده كده ريحتهم طلعت اهي. هروح جايه بقى نازله بالطماطم، هسيبها تتسبك شويه وانزل عليها باللحمه. عندي الطماطم اتسبكت اهي بالشكل ده، غليت. هنزل بقى اللحمه ديت مع البهارات خليها تاخد نص ساعه وارجع لكم تاني. بس شويه فلفل، بس من الفلفل خليها بقى تستوي نص سوا بس. عندي بهارات كمان اهي كده. هخليكم السوا معانا. عندي بقى صينيه الرز المعمر. انا عندي الصينيه دي بتاخد كيلو رز كده. تعيريها ازاي؟ تسوي صينيه الرز كده وتحط الرز وبصبعك عند العقله دي كده، تروحي حاطاها هنا كده. تلاقيها جيت عندها تعرفي اللي كده الصينيه عيرها مظبوط. في اي حاجه بتعيري فيها، في صينيه، في طاجن، في اي حاجه، في اطباق صغيره، تعرفي ان دي عيرها كده مظبوط. نغسل الرز بقى وهوريهولكم. عندي صينيه هدهنها كده بالزبده. عندي معلقه زبده بقى هحطها في قلب الرز كده وادعكها بيها، ولو عندك قشطه حطيها. هغلب بقى كل حبايه رز كده بالزبده عشان تكون فرفره وحلوه معانا. انا جبت الزبده كويس في قلب الرز عشان تغلفها. احط ملح بقى معلقتين صغيرين هما واقلبها كويس. ده معلقتين وش اللبن اقلبهم فيها. ده لبن بقري بيبقى جميل قوي في الرز المعمر. انا حطيت الرز بقى في الصينيه. احط بقى اللبن 3 كوبايات ونص قد الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. دومت اكتر من 3 كوبايات ونص. هحط بقى كوبايه كمان على 3 ونص لبن. دومت كوبايه ميه. لازم تكملي بالميه عشان الرز معاك يستوي. انا حطيت اهو عند كوبايه اللبن دي ميه بتاعه الحله، يعني بقيه اللبن اللي في الحله اهو. انا بعد ما حطيتها بقى بسيب بقى يجي عقله صباع كده، مش الصينيه كلها مليانه لبن، علشان لما تيجي تفور معايا وتقلب. احط بقى معلقه زيت كده على الوش. ده بيخلي الرز مفرفر معانا وبيبقى حلو.
بالشكل ده كده، بدي للرز لمعه وفرفره كده. هدخلها بقى الفرن، عيد الفرن من تحت على العالي هو والشوايه. اول ما ياخد لون هوريها لكم. المعمر اهي، اللبن اتشرب وخد لون اهوت. لما بياخد لون كده انا بطفي الشوايه بقى من فوق، وبسيب البوتاجاز من تحت، يعني الفرن من تحت هو اللي ايه يكون قايد لغايه ما بتشرب، واروح جايه مطلعاه. نحط له بقى معلقه كده زي دي زبده بلدي، معلقه حلوه كده كبيره، نحط كمان حته، واسيبها بقى ادخلها جوه الفرن يكمل. هو لسه مستواش، يكمل بقيه سوا بقى، بس عشان صينيه الرز مع الزبده تاخد وتدي معاها كده. هدخلها بقى دلوقتي اهي بالشكل ده. وزعت معلقتين الزبده كده عليهم، وطيت خالص بقى في الفرن، وهسيبها لغايه اما تستوي خالص وتكمل سواها. اما تطلع هوريها لكم. صينيه الرز المعمر بعد ما طلعت من الفرن بالطريقه دي، احلى واطعم صينيه رز ممكن تعملوها وتجربوها بالطريقه دي. طريقه سهله وهتطلع معاكم مظبوطه. اللي بيبقى خايف يدس صينيه الرز وخايف يعملها يشوف الطريقه دي وهيتعجبوا جدا. ولو عجبكم ما تنسونوش اللايك بقى والاشتراك في القناه. هغرف لكم منها واوريها لكم. يا حبايبي شايفين صينيه الرز عامله ازاي، مفرفره وجميله، والحبايه مستويه وزي الفل. عايزاكم بقى اللي يجرب الطريقه ديت ما ينسونيش في اللايك والاشتراك. ما تنسوش تقولوا لي ايه رايكم فيها لو عجبكم طبعا صينيه الرز دي بالشكل ده. هنحمر بقى شويه لسان عصفور عندي الحله فيها شويه زيت ومعلقه زبده. هتسخن بس والزبده تسيح، وهنزل باللسان عصفور. عندي الزبده والزيت، هنزل بقى بنص كيس من لسان العصفور، طبعا على حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. هحمرها بقى، انا بحب احمرها واديها لون غامق شويه. عندي لسان العصفور اهو حمرته وخد لون غامق شويه. انا بغمقه عشان النشا بتاعته ما ينزلش. لما بتغمقي اللون ما بينزلش النشا بتاعته. هنزل بقى بالشوربه. بسم الله. اتفرجت عليه بقى يستوي وارجع لكم بعدين. يا حبايبي بقى صينيه الرز بعد ما طلعت انا فضيت منها، غرفت طبق اهوت. دي شكل صينيه الرز، ودي البسله، ودي لسان العصفور. ده كان غدانا النهارده. هغرب بقى واكل الاطباق. المجحف في انتظار عودة وليد، وفي انتظار النظر في هذه العقوبة، وفي انتظار طبعا عودة وليد المغربي سريعا وقوى بمباراة الضربة الثمانية. كرة السلاطين الخلفية لعطية